السلام عليكم. الكلام ده للشعب المصري. يا شعب مصر، كل اللي بيقول لك فيديوهات انزل واعمل وخلي وسوي وقول حسبي الله ونعم الوكيل وانا بنصور من مصر وما بنصورش من بره مصر، كل ده اعلام مدسوس عشان خاطر يخربوا الدولة المصرية. ولما تخرب الدولة المصرية هتخرب على اللي فيها مش على اللي بره. اللي بره شايفين شغلهم صح عشان هما بيتعاملوا مع الخونة والجواسيس، عشان كده طالعين بره. انما انت يا اللي في مصر، ايه اللي هيعود عليك لما تنزل وتقف ضد الدولة؟ انت كده ضد نفسك. المخططات اللي دايرة دي كلها تخطيط صهاينة وتخطيط امريكي. راحت فين العراق؟ وراحت فين سوريا؟ وراحت فين لبنان؟ وراحت فين ليبيا؟ وغزة على الحدود اهي، انتوا شايفين ايه اللي بيحصل فيها؟ والسودان وتونس واليمن. واللي بيقول من بره انا مش هنسامح الحكام العرب، ما ذكرش كلمة قطر ليه؟ ولا دول الخليج؟ ما هو لو ذكر دول الخليج هيذكر قطر، فما ذكرش دول الخليج عشان ما يذكرش قطر. معتز بيه مطر ومحمد ناصر. محمد ناصر لما الجيش المصري وقف على الحدود قال لك انا في ظهر السيسي، عشان كان مفكر ان الجيش هيقف يضرب وتقوم حرب. هو ده الاعلام اللي بره. وعمرو واكد اللي بيقول للناس تنزل بيعمل مسلسلات وافلام مع ممثله اسرائيليه. يعني مفيش حد بيدعمك كده وهتفكر ان اللي بره ده عايز يخرب بيتك. فمفيش حد يسمع كلامهم. والكهرباء بتقطع على الكل، والعيشه غاليه على الكل، وكلنا تعبانين. ولكن ده مخطط لينا، فاحنا نتحمل. لو ما تحملناش بلدنا مين هيتحملنا؟ عايزين تبقوا لاجئين على الحدود؟ اديكم شايفين لبنان، وشايفين السودانيين دلوقتي، وشايفين السوريين، وشايفين كل الدول اللي خربت حواليكم. فعشان خاطر مصر حافظوا على مصر. مش كل واحد يسخن بكلمتين من بره نعيشوا معاه وننزله بوستات ونقوله انت هتخرب ايه؟ هتخرب دولتك، مش هتخرب دولة تانية. يا شعب مصر، مصر امانة في رقبتك. ما تسمعش الكلام الخونة. كلنا حوالين جيشنا وكلنا حوالين بلدنا. الموارد بتتقفل، قناة السويس قفلوها الامريكان وبريطانيا، وجايين على البحر الابيض عشان الغاز، وبيحجموك من كل ده. هو اللعب بتاعه دلوقتي على الشعب المصري، بيضغط على الشعب المصري عشان الشعب المصري يقف ضد الدولة. والشعب المصري مش هيسمع كلامهم عشان الشعب المصري عارف. وثورة 25 يناير كنتوا فين؟ رحنا فين بعديها؟ تأخرنا 30 سنة. ثورة ثورة ثورة. وكان بيقول لك الشباب المصري عمل ثورة هندرسها عندنا في الجامعات عشان كانت على مزاجهم. ولما الدولة المصرية وقفت على رجليها بقت الدولة المصرية كده بترعى الإرهاب. فمحدش يسمع لكلامهم، ومحدش يعوم على العوم اللي يخرب بلده. واحنا كلنا مصريين وكلنا تعبانين وكلنا غلاء الأسعار علينا. احنا مش من كوكب تاني، احنا من مصر. فكل الشعب المصري اللي بينزل بوست، الناس اللي بتنزل بوستات من بره ويقول لك انا جوه البلد، ما تبين صورتك اللي جوه البلد. جاب صور اماكن، طب ما عادي اي صور اماكن بتطلع وبصوت اي فيديو عادي. محدش يعوم على العوم اللي يخرب بلده. والكلام ده للشعب المصري. وانا من الشعب المصري، مش جاي من بره. انا من الشعب المصري وتعبان، والكهرباء بتقطع عندي، والعيش غالي عليا، وكل حاجه غاليه عليا، والعيشه غاليه عليا، ولكن متحمل. ولازم كلنا نتحمل. لو ما تحملناش احنا نفسنا مين هيتحملنا؟ احنا تقال. مفيش اي دوله هتقبلنا زي الدول كده. مصر بتقبل كل الناس، مفيش حد هيقبل المصريين. خلي بالك. حافظ على بلدك، حافظ على بلدك، حافظ على بلدك. السلام عليكم.